قبل ما نبدأ صلوا على النبي وما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة حلوين. الجزء بيبدأ مع بايك أجين اللي بتطلب من جون يون سوف انه يساعدها علشان بتحاول تقع في حب هيو، واللي بيكون نايم ولينيه بتحذره من بايك أجين علشان هي مجنونة فعلا. فبنروح لوانغ اللي بتوصل عشان عايزة توقع بايك بما انها بعدتها عن ابنها بقى، وبالفعل بتوصل وبتفتح ليها وبتدخل عن ابنها، بس بتلاقيها وبتتضايق فيها علشان هي توقعها في النهاية، بس بتفضل بايك تستفز فيها علشان هي الكل تخلى عنها اصلا، وبتعرفها انها تكشف للناس حقيقتها وبتروح تمسك فيها وبتضربها. بس يون جون سو بيجي وبيشيلها على طول، وبتكون هي اللي قصدت توريله ده علشان هي لسه عايشة في جحيم الماضي، وبتمشي وبيروح وراها وبيهتم بيها، وبيكون شخص مغيب فعلا وهي مسيطرة عليه كليا. فبنروح لتمثيل هيو مع بايك أجين، هو اللي بتروح في حضنه هنا بقى وهي فرحانة، وبيحييهم على عملهم وبتشكره، وبتيجي تمشي بيوقفها علشان يتكلم معاها، وبيعرفها ان بدأ في فرقة ايدول وكان في شخص اشهر منه واسمه جيهيوك، فهو كان شغال في متجر صغير وشافوه ووصلوه اللي بقى فيه حاليا، وانه كان محروم من زمان ولسه لغاية دلوقتي رغم انه بعد عنه بس بيبعت بيهنيه على النجاح بتاعه، ومش عارف هو بيحاول يستفزه ولا بيهنيه فعلا، هما الاتنين وحشين بالنسبة له. وانه شاف الفيديو بتاع موقف العربيات وعارف انه حقيقي وشايفها بتعاني من زمان، وده فكره بنفسه ويفضل يشجعها على طول وبيمشي وبتكون بتوصل اللي هي عايزاه بقى. فبيعدي الوقت ورقم غريب بيرن عليها باستمرار، واللي بيكون هو المحقق بارك وعايز يقابلها عشان ينهوا حوارهم، وبيهددها بماضيها بتاع زمان، وبتقرر تروح للمكان اللي هيبعته ليها. فايو بيكون في الحفلة دي وبيتكلم مع باقي زمايله اللي بيحاولوا يخلوه حنين على جيوك واللي عايز يشوفه بس بيكون رافضه على طول. في المقابل بايك اجين بتوصل هنا الحفلة دي وهي متخفية وبتدور على هيو اللي بيكون متخفي برضه، وبيشوفها وهي جاية وبيروح يتابعها. فبتروح في المكان اللي بيكون بيتعاطفوا مخدرات ده، وبيكون المحقق هو اللي جبل هنا، وبيوراها شخص هي لفقت له مصيبة ودمرت حياته من زمان وهيوصل حياتها للانهيار زي ما هي عملت معاه اصلا. فبتطلع وهيو بيشوفها بيروح يتكلم معاها، وبيفكر في انها بتيجي لهنا بس بتعرفه في انها جت هنا غصب رغم انه حذرها، بس هي مش عايزه تتعلم، وبيروح يمشيها بره عربيته وبيمشي وهو مستحقرها اساسا. فبنروح لكيم جي او وهو شغال وبيتكلم مع مديره عن البنت صاحبته اللي كان بيرسمها في السجن على طول، بس بيرفض يوصل لها خالص، وعشان كده بيديله صورة المحقق اللي بيلاحق بايك أصلا عشان يعرف عنه كل حاجة. وبالفعل بيروح يبدأ يتابعه وهو بياكل وبيسجله، وبيقرر ياخد فونه وبيحط فون بداله وبيغيره، وبيكون ضحك عليه فعلا وبيمشي على طول، وبيروح يسجل جت صنط، وده قبل ما يجي ويرجع تاني وبيفضل ينقل فيها. بس هو هنا بيرجع بعد ما بينقل ده وبيديله فونه وبيرتاح انه عرف ينقل الداتا، بيروح عشان يتقابل مع الشخص ده وبيروح يتابعه في انه بيتكلم على بايك اجين، وبيكون بيدور عليها وبيروح لمدير عشان يعرف مين اللي وظفه، وبيكلم يون جون سو وبيقرر يقابله عشان يعرف مين اللي عمل كده. فبيروح يسمعه بيعرف ان بايك اجين هي اللي قتلت ابوها، وبيعرفوا ان ده مش حقيقي، ويون جون سو مش بيعرفوا ان ده صح، وبيقول في ان القاتل شخص تاني وانها اتبرأت من كل التهم دي، ولسه جي او مش مصدق وشايف انه مش بخير وبيقرر يساعد عشانها، وحرفيا هما الاتنين اعبط من بعض اصلا. فبيروح يقابلها بس فجأة كيم جي او بيجي وهي بتفرح انه وصل، بس بيدخل وهو مش عارف انها هناك اصلا، وهي بتروح ترحب بيه وبيحضنها على طول وبيطمن عليها. فبيروح يعرفها في انه خرج من كام شهر بعد ما قضى 4 سنين في السجن، وكان بيشغلوه حاليا بيمارس وظائف مختلفة، وكان مفكر في انها تتجاهله بعد ما بقت مشهورة، بس طلعت عكس كده وبيهزروا سوا. وبتقرر تعزمهم على العشاء وبيختار طعام مش غالي اصلا، بس بتجيب لي لحم وبيضحكوا هما الاتنين سوا وبيكونوا ثلاثي كويس فعلا. فبيعدي الوقت وبيروح يديها فون لمرة واحدة بس وبتمشي على طول وهي متخفية. فبيتكلم مع يون جون سو بيعرف انه بيساعدها علشان معجب بيها وعايزة تعيش حياة طبيعية اصلا، وهو هيساعد في ده عشان يخليها تضحك وتعيش حياتها عادي. فبنروح ليولي بيروح يشوف ويتابع بايك اجين، وبيتكلم عن نفسه في انه ما كانش مشهور في الاول بس بعد كده بقى كويس، وبيعرفوا عن حياة هيو اللي كان يتيم من هو صغير، وبيكون جاي متابعه على طول اساسا، وحتى القطة بيكون متابعها وبتروح تعرف كل حاجة عنه حتى مذكراته علشان تعرف تدخل ليه من نقط ضعفه. فبيعدي الوقت في المعبد اللي بتروح تصلي، وجدة هيو بتشوفها وبتروح تبان قدامها، وبيتكلموا عليها في انها ممثلة وهتحاول تتقرب ليه عن طريق جدته. فبتروح تمشي وبتقرب من هنيانغا اكتر،
وهتجيب لها اللي عايزاه. وبالفعل بيعدي الوقت وبتروح تجيب ده عشان توزع ده واللي منها جدة هيو اساسا. وبتروح تبان قدامها وبتعجب بيها وبتعرف انها اللي كانت في المعبد. وبتقرر تتكلم معاها عشان جاي لها طعام بنتها المفضل وهتزورها. وبتروح تكلم هيو وعايزاه يجي على طول وبتعرفه بيها. وبالفعل بتروح عشان تاكل معاها وبتكون لطيفة معاها جدا بس بتبكي هنا. وفجأة هيو بيجي وبيقرر يخرجها على طول وجدته بتوقفه وهي بتروح معاه وهو متضايق على الآخر. فبيطلعها بيواجهها باللي حصل وبتقول له في ان ده صدفة بس هو مش مصدق ده خالص وعايزة تشرح هي بتعمل ايه بجدته. وعشان كده بتعرفه ان هنيانغ انتقلت لهنا وكانت بتوزع على الناس حلوى وما كانتش تعرف ان جدته هنا وهي اللي دعتها على الطعام. بس رغم كده بيرفضها. بيجي ماشي بتعرفه في انه بيخنق نفسه ومش بيعيش خالص وانه ازاي بيبعد شخص بيحاول يتقرب منه اصلا. وبتجيب اللوم عليه وبتعرفه في ان هو مش هيدوم على طول عشان هو ضعيف. اما هي قلقانه عليه فعلا بس بيرفضها وعايزه تكون بره حياته في انها بتحبه كممثل وكشخص بس طلعت غلطانه عشان شايفاه جبان وبتتأسف ليه وبتمشي على طول. فبتروح عند يون جين سو وهي متضايقة عشان لسه مش عارفة توصل ليه وعاوزة شخص تتحمى فيه وتستخدمه عشان تكون أحسن وتطلع عليه وبتكون بنت وحشة فعلا. فبيروح يودع أمه في مراسم التأبين دي وبيفكر في كلام بايك أجين وبيكون وحيد وحزين كده. فبيعدي الوقت وبيزعق لجدته عشان مش كل حد تدخله علشان في ناس أشرار كتير. وهي بتكون بتفكر في اللي هتعمله ومش عارفة هو كان حزين ولا كان مصدوم من كلامها ده. وبيروح يودع جدته وعايزاه يشوف الناس بشكل أحسن من كده بقى ويتبع قلبه في اللي هو عايزه وبيمشي على طول وبيبكي ولسه مش قادر يتملك نفسه. بس بتكون متابعة اساسا عن طريق جي او وفرحانة في انها اثرت فيه وبتعرف يون في انها ترتبط بيه مدة سنة بس عشان تاخد اللي هي عايزاه منه. فبيروحوا بتكون مخصصة ناس عشان يعرفوها بيعمل ايه بالظبط. وبيروح لجيوك اللي هو لسه مش بيحبه اصلا وجا عشان هو كان عارف بالحاجة اللي بياكلها بس كان مجبر عليه وعرفه عشان هو ساب كل حاجة ويتجوز وهو مرتاح. وده بيعصب هيو بيروح يضربه وبيعرفوا انه بايك جات له وطلبت مساعدته عشان باين في انها بتحبه فعلا. وبيمشي يروح لها على طول ومش عاوز في انه يكون معاها خالص علشان بتتدخل في حياته زيادة عن اللزوم. فالاخبار بتتعرف عن انفصال هيو ولينيه وبتزعق في الناس وجاي يقوم تابع المحقق وبيروحوا يخطفوه اصلا وبيثبتوه على طول وبيروح يبتزوا ببنته. وده ولينيه بتخلي الصحفي ده يدور اكتر وراها ويون وجاي بيعرفوا بده علشان هو اللي بيكتب عنها وحش. وجاي مش عارف ازاي يون جون سو سايبها ترتبط بالناس كده عادي. فبايك بتقابل جدة هيو وبتتأسف ليه وبتحكي عنه في ان اهله ماتوا وهي كمان زيه وبتسألها عن البكا وقتها علشان هي فكرتها بامها اللي كانت بتحب نفس الطعام ده برضه. فيوم بيفتكر كلامها في انها ترتبط سنة واحدة بس وبيكون متضايق. وده وهيو شايف نفس الفيلم برضه وبيفكر في كلام عشان هي معجبة بيه وحرفيا بتكون بتلعب بأي راجل في حياتها بقى. فهيو بيروح يتأسف لها على اللي حصل وهي بتفرح وبتقترح عليه يتقابلوا على العشاء. وبالفعل بتروح تتظبط وجاي او بيجي عشان هو متأنق عشان تخرج اخوه اللي مش عايز يشوفه وبتعرفوا ان عمل ده عشانه اصلا في البدايه وبتطلب منه طلب. فهيو بيكون ماشي وسايق بس جي او بيجي وبيتابعه وبيروح يخليه يخبطه بقى وبيعمل حادث معاه. هو ده من تخطيط بايك اجين وبيروح يتكلم معاه وشايف انه مشهور ورافض يقف معاه بس عاوز يعطله على قد ما يقدر. وبالفعل بيعمل ده وبياخد فونه وبيرميه. فلانها بتقابل يون جون سو وعايزه تعرف قصته مع بايك اجين وانهم عاشوا سوا وهم صغيرين وبتعرف انه واقف في حبها وده وهي مستنيه هيو في المطعم وهو رايح ومتاخر كده وبيقرر ينزل ويمشي وهي بتمشي من المطعم بس بيروح يجري لها على طول وهي بتشوفه بالفعل لغايه ما بيوصل ليها ويوم بيروح يتخانق مع الناس دي اللي بتكلمه حلو على بايك اجين. وبيتضايق ولينيه بتشوف ده وبيتضرب وبتدافع عنه وبايك بتكون مع يو وبيعرفها اللي حصل وبيبرر وبتروح تدفيه وتهتم بيه كده وعشان كده بيروح يبوسها على طول وخطتها بتمشي زي ما هي عايزة فعلا. ويوم بيكون مغمى عليه بس الأهم إن خطة بايك أجين نجحت وده في استغلال الناس وبتمشي وخلاص. والجزء بيخلص علينا فما تنسوش اللايك واللي شاف في قناة تفعيل الجرس حلوين علشان يوصلكوا الجزء الجاي. تابعونا. سلام.